هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ انا مش عارفة ده اسمه فيديو ايه بالظبط. هو لا روتيني المسائي ولا فيديو تحفيزي ولا اي حاجة. الغرض منه ان انا احفز نفسي. سبحان الله، ورايا شوية حاجات كتير قوي. انا بصراحة الفيديو ده مش هعمله اديت كتير عشان انا مشغولة وعايزة اذاكر، فورايا مذاكرة وكسلانة اذاكر. فقلت في حل واحد بس ان انا اذاكر، ان انا احفز نفسي. احفز نفسي ازاي؟ ان انا اصور فيديو واحط نفسي في الامر الواقع وان انا هذاكر اللي ورايا. فعشان كده هنكتب مع بعض دلوقتي، يعني الفيديو بدأ عامة. هنكتب مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. تمام، هقول لكم بصراحة يعني عشان مش حابة ان الفيديو يبقى كله من غير افادة وكده، فهقول لكم نظام مذاكرتي ازاي. ماشي. شكل اللفة دي عليا غريب قوي يا جماعة، اللي هو انا حاساها زي خمار كده، مش عارفة. ناخد اي لون، ناخد الاخضر. لا ناخد دي. تمام، عشان صغنونه واليوم خلص، يعني اصلا حاجات عن الدراسه بس. فايه، اوبا، وقعنا في الكمين. حصل ايه؟ نسيت اصلي العصر، نسيت. العصر اذن، والله العظيم نسيت خالص بجد. واروح اتوضى واروح اصلي وبعدين ارجع تاني. بس هكتب، لا مش هكتب، هروح اصلي. سلام، هرجع لكم تاني يا جماعه. هروح اصلي بسرعه وارجع لكم تاني، اوكي؟ وهذا من الكاميرا الخلفيه. انا بقالي ساعه مخلصه، بس ال البتاع ده مش راضي هو ايه ده يا ربي؟ الزراير دي مش راضية تتعمل، تت... تتقفل، فاهمين؟ مش عارفه اعمل ايه برضه. بس فتحه صغننه اهو، انتوا اكيد شايفين. والمشكله ان هي مش من النوع اللي بتتمط وكده، فاهمين؟ نبدا، عشان والله بجد انا لازم اذاكر. لازم اذاكر انا، بجد لازم، ضروري قوي. او ماي جاد، درس النشاط التعديلي في العالم ده بتاع تالتة اعدادي يا جماعة، اللي هو كان عليه في التو ليست. طب ليه ما خلصتوش؟ ويستخدم جهاز الفولتميتر لقياس القوة الدافعة الكهربية للبطارية بوحدة تسمى ايه؟ لو انتوا في تالتة اعدادي هتعرفوا، بس هو للأسف الترم التاني. بوحدة تسمى ايه يا جماعة؟ يلا لو عارفين تجاوبوا جاوبوا، هي مكتوبة عامة بس مش هجاوب. يلا دلوقتي ايه نعمل؟ التو ليست بتاعت النهارده، عشان بجد انا مش هينفع ارغي كتير، لازم اذاكر. نختار قلم حلو من وراكم عشان انا حاطاكوا اصلا على الستاند بتاع القلامه. هكتب مهام دراسيه لان بصراحه مش هعمل حاجه غير في الدرس دي ان انا اذاكر. بس اروح اجيب مذكره بسرعه من الشنطه عشان كانت بره وجايه لكم. جبت الشنطه واهو. تمام. بصوا بقى معايا. انا احنا ذاكرنا صح. في جزئيه عايزه اعرفها لكم بسرعه وعايزه ابدا مذاكره، وهي يا جماعه ان في كذا حد سالني يا مرام ازاي بدات المذاكره، اصلا المنهج لسه ما نزلش. اتوقع هو نزل الاسبوع ده، بس هو الكومنت ده كان جايلي الفلوج اللي فات. ما علينا. فيا جماعه دي اصلا مش مذكره المنهج، دي مذكره هتفيدنا، فاهمين؟ يعني هو المصدر بتاع المنهج مش تاسيس ولا حاجه، ولكن فيها الترجمه وفيها القطع وكده. فدي كلمات هامه للترجمه، تمام؟ عشان علينا في اولى ثانوي ترجمه، فدي كلمات الترجمه حرفيا. ولسه اصلا هنحفظ كلمات المنهج، فهذاكر لغايه صح. لا مش العمودين، العمود ونص ده لغايه هنا اهو، لغايه هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كلمه. 10 يعني بدل ما هم 11. ما بحبش الاعداد الكسريه، الاعداد اللي هي الفرديه. ما علينا. حفظ. بس المشكله ان انا مش عارفه هذاكر فرنساوي ازاي. هو احنا بدأنا درس فرنساوي بس انا مش عارفه هذاكره ازاي. اول حصه غبت فيها وحرفيا مش عارفه الحروف ازاي تتنطق او كده. بفكر اشوف، اصل ما عنديش اي وسيله ان انا اذاكر بيها غير اللي هو صورنا السبوره بتاعه المستر، بس ده ما اعتقدش برضه ان هو هيفيدني. فهو اتوقع ان انا ممكن اسمع حصه تاسيسيه مثلا في الفرنساوي على يوتيوب، ممكن الاقي ربما. صحيح، عايزه احفظ الحروف.
من 1 لغاية 10. الدرس يوم الأربعاء، فهم المفروض من 1 لغاية 15. وهم أول حصة أخدوا من 1 لغاية 10، فهم كلهم حفظوا لغاية 10. بس أنا كنت غايبة أول حصة، كنت تعبانة بجد. فتاني حصة أخدنا اللي هو لغاية 15، من 10 ل 15. فأنا هحفظ من 1 لغاية 10. تمام. مش هذاكر تاني أكيد، خلاص كده. بس عايزة أعمل لنفسي هدية أو مفاجأة أو حاجة أعملها، فاهمين؟ هو مسلسلي نزل، أنا مش معايا مسلسلات، كدابة والله، كدابة جدا. مش معايا مسلسلات، بقول لكم مسلسلي نزل مش معايا أصلا. بفكر نخليها حاجة مفيدة بدل مسلسل. ماشي، نخليها حصة كورس انجليش. تمام. عايزة اصلا يعني مش كورس اللي هو المبتدئين، بس هو كورس يعني زي الكورس كده، في حاجات مهمة. ما علينا يا جماعة، هذاكر وخلاص. كده كتبنا الحاجات، ها هنا الاشياء، ونبدأ دراسة الجد الجد. اجيب التابلت بسرعة عشان ايه بذاكر عليه. عدنا إليكم من جديد. تمام، خلصت البريك. حاليا محتاجة أكمل مذاكرة. ورايا 3 حاجات، أنا خلصت حاجة واحدة بس أصلا. فهنذاكر دلوقتي حصة كورس انجليش، بما اننا لسه في الانجليش يعني. مش القناة اللي بسمع لها الفترة دي بعيدا، دلوقتي خلصنا الانجليش بتاع المدرسة، هندخل على الانجليش بتاع تطوير الذات اللي هو لنفسي يعني. اسم القناة English for you، هي اللي بتقدم الكورس أجنبية. فده أحلى حاجة، إن هي يعني بتديكوا النطق الصح ده أولا، زائد إن هي بتعلمكوا صح. تعالوا أوريهمكم. Is a quarter to 12. It is a quarter to 12. Okay? Okay. 2. Another example. We're going to see all sorts of times here. All right. After 10. مش عارفه اذاكر فرنساوي ازاي يعني. الفكره هنا انا والله لو عليا هذاكره، بس انا مش عارفه ازاي. الحروف مش عارفه اقرا الحروف، عشان انا اول حصه كنتش موجوده، فبالتالي ده مش مبرر عامه، بس يعني بجد
والله انا مش عارفه احفظهم، ولا عارفه اصلا مدرسين على يوتيوب بالفرنساوي، مش عارفه هل في حد فيديو. تمام، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هشوف تأسيس فرنساوي الصف من الصفر اولى ثانوي. في اهو، انا معرفش زيكم هيطلع لي نتائج، معرفش المدرسين دول كويسين ولا لا، بس شوف ده. هسمع الحصه دي، هي كام دقيقه بس؟ 20 كويسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الصفحة الرسمية مش عارفه كويس ولا لا. الفرنسية مع مستر خالد برسيم. الصفحة بتاعتي بتحمل نفس الاسم للقناة بتاعتي، ب ب سي 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 د. د. علشان تنطق الحرف ده صح كأنك هتصفر كده، خدت تمام. حرف الاي اسمه اي 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 اي. ايه ده خد نطق حرف مين؟ واخيرا أيوة. اخر التطورات، عملت الكوم بتاعي الزراير، وماما مش مدرسة او مش بتتكلم فرنسي، ولكن هي عارفة الاساسيات وتراجع معايا على الفرنسي او الفرنساوي، مش عارفة اقول ايه عنه، وعلامة صح. خلصنا بجد، تعبت، ظهري وجعني جدا واتحريت من الطرحة، فانا كنت في البريك اصلا بقلع الطرحة وارجع لكم تاني البسها تاني. فايه، عايزة اقفل الفيديو عشان اروح اصلي المغرب، وبشوفكم الفيديو الجاي ويكون فيديو حلو ان شاء الله. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي. شكرا ان انتوا حفزتوني على المذاكره زي ما انا بحفزكم. انتوا بصراحه الفيديو ده حفزتوني من غير ما تعملوا اي حاجه، لكن يعني انا حفزت نفسي بنفسي برضو. فتحت الكاميرا قدامي، خلصت اللي ورايا، بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.